في الفترة الأخيرة دي الناس ياما جدا بدأت إنها تتجه للشغل الأونلاين والشغل الفريلانسر، بالذات مع الرفعة الكبيرة بتاعت سعر الدولار، وإن شغل الفريلانسر مش محتاج أنت يكون معاك شهادة معينة، وعشان تكون الناس دي مؤهلة بشكل كويس جدا لسوق العمل، فأسهل طريق أو أقصر طريق هو إن أنت تقدم في منحة الاي تي اي. لكن ساعات كنت بشوف ناس او فئات معينه من الناس ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لها انها تقدم في الاي تي اي، فانا هقول لك لو انت من ضمن الفئات دي اللي انا هقول لك عليها نصيحه، ما تقدمش في المنحه دي. انزل بلاي انترو. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ 5 فئات لو انت منهم اوعى تقدم في الاي تي اي. اول فئه، بلاقي ناس للاسف بتقدم على الاي تي اي عشان بس الشهاده. ناس ياما جدا بتسعى انها تقدم جوه الاي تي اي عشان يكون اسمها انها درست جوه الاي تي اي واخدت المنحه بتاعتها. للاسف الناس دي لما بتيجي تخش المنحه ما بتكونش مهتميه على الكونتنت او المحتوى التعليمي اللي هي بتاخده، زي ما بتكون مهتميه قوي بالشهاده واسمها وسمعتها بين الشركات. وللاسف لما بتيجي الناس دي بتخلص المنحه بتلاقي ان هي في الاخر ما استفادتش حاجه، وان الاي تي اي مجرد سمعه على الفاضي. وحرفيا اعرف ناس عملت كده، كان داخله الاي تي اي عشان السمعه بتاعتها، ولكن بعد ما خلص قال لك ان الاي تي اي بيكروتنا، او ان هو ما كانش الحاجه اللي هم متوقعينها، عشان هم كانوا داخلين ومركزين على الشهاده، في حين ان انت اصلا لما بتيجي تخش بيكون في ضغط، بيكون في شغل كتير جدا، بيكون في سهر، بيكون في مذاكره. فالموضوع لو انت مش قده، او ان انت ما عندكش القابليه ان انت اصلا تذاكر وتقعد تسهر وتعيش التجربه اللي هي مليانه ضغط وامتحانات دي، هتلاقي ساعتها ان انت كنت بتضيع وقت. فنصيحه لو انت من الناس دي اللي هي مهتميه بس بالشهاده، فانصحك ان انت ما تقدمش في الاي تي اي. الفئه الثانيه، ودي فئه كتيره جدا بشوفها، تلاقي واحد منزل بوست على الجروب على الفيسبوك ويجي يسال السؤال المشهور اللي هو يجي يقول لك ايه التراك اللي يكون دراسته سهله وفرص الشغل فيه كويسه وفلوسه حلوه. مفيش حاجه اسمها كده. انت بتشوف ايه هو التراك الانسب ليك واللي انت حابب ان انت تذاكر فيه ويطلع فيه عينك، عشان تكون بعد كده شغال في مكان كويس، او مثلا شغال اونلاين، او مثلا شغال كفريلانسر. من ضمن الحاجات والاسئله المهمه جدا اللي انت لازم هتتسالها، انت ليه مقدم على التراك ده؟ فانت لازم اجابتك على السؤال ده تكون مقنعه وكويسه جدا. وبرده لو انت مقدم على كذا رغبه، كان في الاول بيسمح لك انت تقدم على 3 رغبات، دلوقتي التقديم بقى بيكون على رغبتين بس. فممكن يجي يقول لك انت ليه مرتب اولوياتك، او ليه مقدم الرغبات بالشكل ده. فانت لازم تبقى عارف انت ليه مقدم على كل تراك انت مقدم عليه. مفيش حاجه مثلا اسمها ان انت قدمت على تراك معين عشان مثلا واحد صاحبك رشحه لك، او فلوس الشغل بتاعته كويسه جدا. مفيش حاجه اسمها كده. اهو لازم تعرف كل تراك او ايه التراك اللي انت حابب انت تقدم فيه، عشان اي تخصص انت هتقدم فيه فانت مطالب ان انت هتذاكر فيه كويس جدا جدا، والموضوع بيكون فيه ضغط كبير. هتيجي تقول لي طب في تراكات انا اصلا ما اعرفهاش او ما عنديش عنها معلومات، هسيب لك تحت لينك في التعليقات او مثلا في صندوق الوصف. اللينك ده هتلاقي فيه شرح لكل التراكات بتاعت الاي تي اي، فخش على اللينك ده وشوف كل تراك ايه المعنى بتاع التراك ده، او التراك ده بيتكلم عن ايه، وايه هي الاشغال اللي انت ممكن تشتغلها بعد لما تخلص المنحه دي. النقطه الثالثه، اوعى تقدم في تراك وانت ما تعرفش سوق العمل بتاعه. لازم تعرف هل التراك ده لما تيجي تخلص الدراسه بتاعته في المنحه بتاعت الاي تي اي، هل فرصه ان انت تلاقي شغل كويسه؟ هل سوق العمل مفتوح؟ هل الشركات هتكون طالبه ناس من التراك ده ولا لا؟ ودي المشكله اللي كانت حاصله معايا في الدفعه بتاعتي. انا كنت مقدم على تراك الامبيدد سيستم، وكنا الطبيعي ان اي حد بيقدم على تراك الامبيدد سيستم بيكون حاطط في باله او في اعتباره ان هو هيجي يخلص المنحه من هنا وبعد كده هيشتغل في شركه اسمها فاليو. ساعتها كان في الكورونا وفاليو كانت موقفه التعيينات، فلازم تعرف كويس سوق العمل، هل هو طالب ناس، هل هو اكتفى خلاص بالناس اللي هم موجودين حاليا في السوق ولا لا، عشان بس ما تضيعش وقت ومذاكره وضغط و9 شهور من عمرك في حاجه بعد كده هتكتشف انها خلاص ما بقاش ليها طلب في الشركات، وان الشركات بقت خلاص مكتفيه بالاعداد اللي هي موجوده دلوقتي. فقبل ما تخش وتقدم على اي تراك لازم تعرف سوق العمل بتاعه، هل هو مطلوب ومفتوح دلوقتي ولا لا. وانسب طريقه تعمل بيها الحركه دي انك تسال الناس اللي هي متخرجه من التراك ده او شغاله في المجال ده، وتسالهم هل حاليا السوق بتاع التراك ده او بتاع التخصص ده كويس شغال، هل بيطلبوا الناس ياما ولا لا، عشان ما تضيعش وقتك في حاجه وتكتشف في الاخر ان فرصه الشغل بعد لما تخلص قليله. والكلام ده بوجهه خصيصا للناس اللي هي بتبقى عاوزه تمشي ورا شغفها، او انها عندها حلم معين تعلق بتراك معين وحابه انها تمشي فيه. فانت عشان ما تضيعش وقت وتمشي ورا حلمك وتيجي تقدم في حاجه هي اصلا حاليا ما بقتش مطلوبه، فعشان كده بقول لك قبل ما تيجي تقدم على تخصص معين لازم تعرف هل المجال ده مطلوب بشكل كبير حاليا ولا لا. النقطه اللي بعد كده ودي
كنت بشوفها ياما جدا، ما تقدمش في الاي تي اي لو انت اوريدي شغال وبتاخد مرتب كويس. كذا مره الاقي واحد منزل بوست ويجي يقول لك يا جماعه انا شغال في الحته الفلانيه وباخد مرتب كويس، بس انا عاوز اقدم على الاي تي اي، اقدم ولا لا؟ كلنا بنيجي نقدم على المنحه بتاعت الاي تي اي عشان ضامنين فرصه الشغل بعد كده كويسه، مضمونه بشكل كبير جدا، وعشان المرتب بتاع الاشغال دي بيكون كويس جدا. فانت طالما اوريدي اصلا شغال وبتاخد مرتب الى حد ما كويس، فسيب الفرصه لحد تاني غيرك. ما تجيش تقول اصل انا شغال في المجال ده بقالي كام سنه وبصراحه مش مستريح فيه، فانا حابب ان انا اغير المجال. حاليا ما بقاش وقت ان انت تغير المجال او تمشي ورا حلمك او شغفك، مع ان ده كله كويس، بس في اولويات. طالما انت معاك شغلانه بدخل ثابت كويس فده حاليا المهم، لكن ما تجيش تسيب شغلك عشان تيجي تغير المجال بتاعك وتبتدي من الاول خالص. وتعالوا كده نحسبها، لو انت سبت الشغل بتاعك وقدمت على المنحه وفرضا ان انت اتقبلت، هل انت ضامن ان انت هتلاقي شغل بسرعه؟ دي حاجه. الحاجه التانيه، فرضا ان انت لقيت شغل بسرعه، هل لما انت مثلا تقعد ال9 شهور في المنحه وبعد كده تلاقي شغل، هل المرتب اللي انت هتاخده ده هل ده هيكون احسن من حته ان انت مثلا كنت استثمرت ال9 شهور دولت في ان انت تطور من نفسك في الشغل بتاعك، وساعتها هتلاقي وظيفه احسن بكتير من ان انت حصلت عليها بعد ما خلصت المنحه؟ فانا شايف ان من رايي ان انت تستثمر وقتك ال9 شهور دولت في ان انت تطور من نفسك في المجال بتاعك، وفي نفس الوقت تدور على شغلانه او على مكان احسن في نفس المجال اللي انت شغال فيه. ولكن حته ان انت تبتدي من الاول خالص وتاخد الريسك يعني مخاطره. امين. فانا شايف ان ده تفكير مش صح بنسبه كبيره. ف9 شهور من عمرك بشويه، فحاول تفكر 100 مره قبل ما تيجي تقدم على الاي تي اي. اخر نقطه ودي مهمه جدا، وبصراحه ما كنتش متوقع ان حد ممكن يعمل حاجه زي كده، لكن للاسف حصلت مع حد من صحابي، وهو ان انت تسيب شغلك قبل اصلا ما تكون انت ضامن ان انت خلاص اتقبلت في الاي تي اي. واللي حصل كالاتي، ان حد من صحابي كان مقدم في الاي تي اي وهو اصلا كان شغال، وبعد ما نجح في الانجليزي والاي كيو، كان ساعتها لسه ما فيش الاي تي بيزكس، بعد كده نجح في التكنيكال والسوفت سكيلز انترفيو، راح ساب الشغل بتاعه وراح عمل الانترفيو بتاع اللاست اتش ار انترفيو وما نجحش. فهو كده للاسف لا طال المنحه ولا عرف يرجع تاني للشغل بتاعه. وانا مش زعلان، والله انا مش زعلان. لو انت شغال قبل ما تسيب الشغل، اتاكد ان انت خلاص اتقبلت في المنحه بتاعه الاي تي اي. ما تسيبش المضمون عشان حاجه مش مضمونه. المنحه للاسف مش مضمونه. اي نعم المنحه كويسه جدا، وفرص الشغل بعد ما بتخلص المنحه كويسه جدا جدا، بنسبه كبيره بتكون مضمونه، ومستقبلك بعد المنحه بيكون كويس جدا، لكن للاسف المنحه مش مضمونه والمنافسه فيها بقى كبير جدا. فلو انت شغال حاول تحسبها 100 مره وتشوف ايه هي اولوياتك. انا خلصت.